هتختلفوا معايا او هتتفقوا معايا، عايزه اقول لكم شوفوا بس الفيديو للاخر قبل ما تحكموا عليه. حاجه كده والله العظيم جميله جدا جدا وطبيعيه، وبصوا شكل الصور عامل ازاي. ناس كتير طبعا رافضه الموضوع ده، وناس كتير بتعارضني فيه وبتقول لي لا لا، ازاي يا جماعه؟ اولا دي حاجات صحيه صحيه جدا جدا جدا. بصوا المنظر وبصوا الترميله وبصوا اللون، وكمان لما تعملوها شموا الريحه. هعملها النهارده بطريقه حلوه جدا جدا. طب هي ايه اللي انت عماله تتكلمي عليها دي؟ الدهون يا جماعه، الدهن او اللية. دي حاجه طبيعيه، حاجه يعني مش من صنع الانسان ولا اي حاجه. ازاي بقى مش صحيه؟ الناس اللي بتقول لا تصلب شرايين، لا ده ضغط عالي، لا ده كوليسترول، الكلام ده كله. طيب انتوا بس ايه يعني ايه يعني فكروا شويه كده، ابحثوا، خشوا دوروا، اقروا عنها كتير. يا جماعة دي حاجة مذكورة في القرآن. ازاي مذكورة في القرآن وفي نفس الوقت مضرة؟ ازاي انا حاجة طبيعية ماشي، مش داخل فيها اي مصنعات او اي صناعات، تبقى مضرة ومش صحية، وحاجة معلش مهدرجة او مصنعة، واقول عليها دي صحية؟ خلاص. فانتوا بس خدوا الموضوع كده بالراحة، بلاش تاخدوه على قلبكم. دي مذكورة في سورة الإنعام على فكرة. الدهون دي صحية. أهم حاجة بس إن أنا لما أستخدم الحاجة تكون باعتدال. يعني أنا ما بقولكيش غرقي الأكل دهون، لأ، أنت معلقة بس من دي كفاية. طيب ده أنا ممكن أستخدمها في الحلويات؟ لأ طبعا يا جماعة، دي مش للحلويات خالص. دي للطبخ، للخضار، للطواجن الحلوة، للصواني. بصوا يعني هي معلقة على الأكل حلوة جدا جدا. الناس اللي بتتضايق من ريحتها، النهارده ان شاء الله هعملها لك بطريقه مش هتخلي لك ليها اي ريحه من اللي انت مش بتحبيها. بالعكس، ده انا هخلي لك فيها ريحه البلدي، اللي هو اللي انت تحبي تشميه، اللي يخلي الطعم لاكلك طعم وريحه. خلاص. بصوا شايفين لونها يا جماعه عامل ازاي؟ بصوا ترميلتها والله العظيم، وريحتها فظيعه فظيعه بجد. انا طبعا انا ما بقطعهاش من سنين. بحبها جدا وبحبها في الاكلات. زي ما بقول لكم استخدموا الحاجه باعتدال، بلاش تغرقي. ماشي. فين بقى الضرر في كده؟ فين الضرر في حاجه طبيعيه ربنا خالقها؟ فين الضرر في حاجه انا مش مصنعاها، انا مش حاطه لها اي مواد مهدرجه انا مش عارفاها؟ خلاص. فخدوا بس الموضوع بالراحه كده. ما بقولكيش اعملي ورايا على طول، بقولك ابحثي ودوري واقري و... وصدقيني الكلام اللي انا بقوله لك صح. انا عمري ما هضر اي حد نهائي، ولا هضر نفسي ولا هضر ولادي طبعا، لاني انا من سنين وانا ما بستغناش عنها خالص. ودي كانت كمان لاختي مش ليا، وقالت لي زي ما عملت لنفسك لازم تعملي لي. بصوا بقى، هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا معايا الدهون عندي او الدهن عندي نوعين. نوع كده بيسموه من الكلوة، ونوع بيسموه اللي هو المنديل او الطرب. بصوا اللي انا ماسكاه ده اللي هو من الكلوة، ده بيكون دهن محمل شوية. ماشي. النوع التاني اللي انا بقول لكم عليه دهن برضو، بس دهن اللي هو الطرب. الطرب بتاع العجول او العجالي يعني زي ما بيقولوا. بصوا. طب الطرب ده اللي هو بيتلف لحمه مفرومه وبيتباع؟ لا مش ده. الطرب اللي بيتلف لحمه مفرومه بيكون بتاع الضاني. ماشي، لانه بيكون خفيف اللي هو المنديل. انما ده الطرب العجالي ده بيكون سميك، ما ينفعش الفه ابدا. ده انا برضو بسيحه زي الدهن. طيب انا بفضل ايه فيهم؟ بصوا الاتنين حلوين والاتنين كويسين، بس انا بفضل اللي هو الدهن اللي هو من الكلوة، لانه بيبقى محمل. والسمنة اللي بتنزل منه بتكون يعني بتكون كميتها اكتر شوية. زي ما انتم شايفين انا طبعا هو بيبقى ابيض زي الفل. لو في اي حاجة مش عاجباكي شيليها، وبعد كده هبدأ اقطعه حتت صغيرة خالص على قد ما تقدري. حابة تفرميه افرميه، لو انت عايزه تفرميه عندك جزار مفيش مشكله. انا بقطعه حتت صغيره خالص وهو كله بيسلي. وهوريكي طبعا خطواته واحده واحده، وهوريكي انا طريقتي فيه ازاي. صدقيني مش هتشمي له اي ريحه خالص من اللي بتضايقك ولا اي حاجه. انا جايه النهارده اصالحكم عليه. الناس اللي مش بتحبه وزعلانه منه، لا تعالوا يا جماعه وانا هصالحكم عليه والله. بصوا بقطعه كده زي ما انتم شايفين كله. وبرده الطرب هقطعه وهحطه كله على بعضه، مش ده لوحده ده لوحده. انا بس فاصلاه علشان اوريكم ان هو في نوعين يعني من الدهن طبعا. وممكن تعملي اللية، بس ايه اللية يعني بتكون دسمة اكتر، فانا بفضل الدهن.
اهو بقطعه وبحط كله على بعضه. الحله اللي معايا ما فيهاش اي حاجه خالص، ناشفه ما فيهاش اي حاجه. هقطع الكميه كلها زي ما انتم شايفين. طبعا الكميه ماليه الحله، بس بعد كده بتهبط وبتكون شويه صغيره. وعايزه اقول لكم ان يا جماعه كيلو الدهن مش رخيص خالص. انا من زمان كنت بجيبه ب 15 وب 20 جنيه وب 25 جنيه. دلوقتي الكيلو ب 100 جنيه على طول، يعني مش حاجه رخيصه ولا اي حاجه. يلا احطه بقى على البوتاجاز وهوريكم خطوه خطوه معايا. مش هجري اي حاجه علشان اللي عايز. طبعا لو في اي حاجه طبعا بطلعها. في بيبقى زي جلد كده، زي اي حاجه مش عاجباكي شيليها ولا يهمك. يلا هحطه على النار. وبعد ما حطيته على النار وبدأ كده يسلي، ده بيبقى شكله. النار بتاعتي هاديه عشان ما يتلسعش منك. خلاص. ده بيبقى شكله اول ما بيبدأ بقى خلاص بيهبط كده وبيسلي وبينزل اللي فيه. ايدي فيه طبعا بقلبه على طول علشان ما ينشفش. طبعا بصوا هو لسه ما نزلش سمنه ولا اي حاجه. هو يا دوبك بس يعني ايه بيبدأ كده ايه يطرى معايا ويسلي واحده واحده. يعني ايه يسلي؟ يعني طبعا بينزل السمنه اللي فيه. زي ما بقول لكم اهو ايدي فيه على طول. في ناس بتحب تزود له شويه ميه كده تساعده، مفيش مشكله عادي زودي، مش هيضر ولا اي حاجه. بس انا بسيبه هو بينزل كده ايه مع نفسه. بصوا انا بوريكم المراحل بتاعته واحده واحده. النار بتاعتي هاديه مش عاليه. طيب ببدا اعمل ايه بقى لما بيوصل بقى للمرحله دي؟ ببدا اضيف له لبن. ايه ده بتضيفي لبن على الدهن؟ اه بضيف لبن على الدهن يا جماعه. يعني بصوا ما تحكموش على الحاجه من غير ما تجربوها بجد والله العظيم. اللبن بيحول لك الدهن لحاجه كده فظيعه بجد، حاجه كده بتشمي ريحه البلدي. حلوه قوي قوي قوي. ده بقى بيضيع لك اي ريحه انت مش حباها. بصوا انا بضيف اللبن في المرحله دي. طيب اضيف قد ايه على قد ايه؟ يعني مثلا دول عندي 2 كيلو من الدهن، بحط لهم كيلو من اللبن على طول. واللبن اللي انا بضيفه لبن بلدي، لبن بلدي من عند اللبان، مش اللبن اللي هو المعلبات. خلاص. انا عايزه كل حاجه عندي تكون طبيعيه وبلدي. طيب في ناس بتضيف عليه زيت. ماشي. بصوا كون ان انت تضيفي عليه زيت، انا مش عايزه. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا مش عايزه حاجه طبيعيه احولها لحاجه مهدرجه تاني. خلاص. انا عايزه اكل كله يكون طبيعي. فانا مش بنصح بالزيت يا جماعه خالص. فاعملوا بس الطريقه دي ولو حتى في كميه قليله وجربي، مش هتخسري حاجه. هاتي كيلو واحد بس، حطي له نص كيلو من اللبن وشوفي نتيجته. عجبتك تمام كملي، ما عجبتكيش هاتيه وناكله. ماشي. فبصوا بقى بعد ما حطيت اللبن معايا، بصوا بقى لما بتحطوا اللبن بتحسوا شويه بفوران. انت مهديه النار ما تقلقيش، مش هيفور منك ولا حاجه. ايدك فيه على طول، قلبي 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 علشان اللبن ما يخليهوش يشيط منك ويلزق. خلاص يشيط منك ويلزق. ودايما اعمليه في حاجه تكون ما بتلزقش. اهو هبدا بقى اقلب. هو لسه لغايه دلوقتي ما بقاش سمنه ولا حاجه. انا هوريكم المراحل بتاعته واحده واحده. هيبدا بقى اللبن يصفى معايا وهيبدا كل السمنه تنزل منه واحده واحده. زي ما انتم شايفين كده بدات، بس مش لسه. اكنك بالظبط بتسيحي سمنه بلدي. شوفي لما بتكوني بتسيحي سمنه بلدي بالظبط نفس الطريقه. الملحوظات بس اللي باكد عليها ان انت تقلبيه على طول وتهدي النار عليه. بصوا اهو بدأ هنا اهو يعني ينزل السمنه بتاعته اهو. بصوا بقت سمنه صافيه كده. طب كده خلاص؟ لا كده لسه مش خلاص. كده لسه. بصوا لسه معايا بيضه ولسه فيها سمنه، يعني لسه هتنزل تاني، لسه طريه اهو. بصوا لسه طريه معايا ولسه ايه ما نزلتش كل السمنه اللي فيها. لسه هسيبها مع ان هي بص بقت السمنه صافيه معايا، بس برضو لسه هتنزل كمان وكمان. فما تستعجليش عليها علشان لما تسيبيها يعني لو سبتيها بره التلاجة وهي لسه نية ممكن تعفن منك على طول، لان احنا حاطين لها لبن، يعني ممكن تبوظ منك. فسيبيها تستوي براحتها تستوي. طيب بصوا بقى في المرحلة دي بس كده تمام قوي قوي قوي. اللون ده لون ذهبي، مش غامق ولا اي حاجة ولا محروقة ولا اي حاجة. ده لون التصوير. انا هقربها لك اهي. بصوا يا جماعة ده لون ذهبي كده. خلاص هي نشفت معايا، يعني القطعه بتاعت الدهنه نشفت معايا ونزلت كل السمنه اللي فيها. خلاص كده تمام قوي. مش هسيبها اكتر من كده، اولا عشان ما تمررش معايا، وثانيا علشان ما تتحرقش معايا. شايفين لونها؟ ده لون ذهبي، لون ذهبي غامق اهو. انا بقربها لكم عشان تشوفوها، مش محروقه ولا اي حاجه. خلاص هي كده بقى، انا مش محتاجه منها اكتر من كده. هي كده نزلت كل السمنه اللي فيها. هطفي النار واسيبها تهدى وبعد كده اصفي
كل القشيم ده كله، ده اللي طالع ده اسمه قشيم. عايزه تحتفظي بيه في علبه، تحطيه مثلا على صينيه بطاطس، تحطيه على شويه محشي، تمام قوي. عايزه تخلصي منه تخلصي منه، احنا مش محتاجينه. انا هصفي السمنه اللي فيه واوريها لكم. بصوا بقى ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ والله العظيم بصوا مش قادره اقول لكم حاجه كده يا جماعه، والله العظيم تحفه بجد وجميله جدا وحاجه بلدي. انا هنا بعد ما صفيته خالص، انا مش محتاجه كل اللي طلع ده في اي حاجه خالص. انا صفيته وهسيبه لما يبرد واوريكم لونه بيبقى عامل ازاي. بصوا بقى الجمال هنا بعد ما برد خالص واتماسك معايا. شايفين لونه ابيض زي القشطه. يمكن كمان والله العظيم التصوير ظلمه. لونه ابيض وريحته فظيعه فظيعه. لو في امكانيه ان انتوا تشموا الريحه حلوه قوي. حطيه بقى في علبه، حطيه في برطمانات، حطيه زي ما انت عايزه. زي ما بقول لكم انا بالنسبه لي انا بعمل يعني كميه وبحتفظ بيها في التلاجة. ده كان لاختي وبعمله لها، يعني كانوا شويه وقلت اصورهم معاكم عشان تشوفوا الطريقه، لانه طبعا بيعجبها اللي انا بعمله قوي. وصحتين وهنا عليهم يا رب، وبالف هنا وشفا للي يجربوا. جميل يا جماعه. طيب احتفظ بيه في التلاجة ولا بره التلاجة؟ انا كهدى بحطه في التلاجة ماشي. طب لو حطيتيه بره التلاجة هيبوظ؟ لا مش هيبوظ ولا اي حاجه، بس هو الجو حر فهيسيح منك مش اكتر. طالما مسوياه كويس عمره ما هيبوظ منك. امتى يبوظ منك؟ لان احنا حاطين لبن. لو انت مش مسوياه كويس خلاص، لو انت ما وصلتيش للمرحله اللي انا وريتها لك على البوتاجاز، غير كده هيبوظ منك. انا بقول لكم كل تفاصيله عشان حرام. الحاجه غاليه يا جماعه، وما تجيبوش الحاجه وتبوظ منكم. انما انا بشيله في التلاجة ليه؟ علشان بس احنا في فتره الصيف والجو زي ما انتم شايفين، فهلاقيه بصوا هلاقيه سايح مني على طول، فانا مش بحب كده. انما في التلاجة بيكون مجمد. انما لو في الشتاء، لا في الشتاء عادي ممكن اسيبه بره مفيش مشكله. شايفين لونه عامل ازاي؟ تحفه جدا. طيب في ناس برضو بتضيف له فلفل اسود، علشان بتقول ان هي بتحتفظ بيه اكتر. ينفع ما فيش مشكله، بس عايزه اقول لك هو مش محتاج. طالما سويتيه كويس احتفظي بيه ان شاء الله سنه في التلاجة مش هيحصل له حاجه. والفلفل الاسود لو حبيتي تحطيه هتحطيه حصى. ولما تيجي طبعا تحطيه في الاكل هتشيليه، فيعني عارفه شغلانه، فمالوش لازمه خالص والله. فيلا يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب، ويا رب اكون صلحتكم عليه.